من أول لقطة مسجد الرفاعي بيخطف العين، ضخم فخم، وتحس إنك قدام تاريخ واقف على رجليه. تعال ندخل جوه ونشوف التفاصيل اللي بتخلي المكان ده مش مجرد مسجد، مقام ملكي بمعنى الكلمة. القبة اللي في قلب المسجد عالية ومهيبة، كأنها بتحضن المكان كله. العمدان والرخام واقفة بتوازن، والمنبر متزين بنقوش متقنة. وهنا ضريح الملك فاروق، آخر ملوك مصر، في مقام يليق بشخصيته وتاريخه. وقصاده ضريح بناته اتجمعوا تاني في نفس المكان. أما هنا فده ضريح السلطان حسين كامل، متصمم بإتقان شديد، والنقوش كلها منحوتة يدوي على الرخام بمهارة خلت الضريح نفسه قطعة فنية. وفي الغرفة المقابلة ضريح شاه إيران محمد رضا بهلوي، اللي كانت مصر آخر محطة في رحلة عمره. وده ضريح الشيخ علي أبو شباك، اللي ليه محبة خاصة ومكانة كبيرة عند قلوب الناس. وده ضريح الخديوي إسماعيل، اللي نفذ وصية والدته ببناء المسجد ليكون مقبرة ملكية تليق بالعيلة العلوية. وده ضريح الوالدة باشا، ودي فعلا كانت أمنيتها، وضريحها هنا شاهد على بداية الحكاية. وانت خارج من المسجد هتحس انك مشيت في تاريخ مش بس متسجل، ده لسه عايش ما بين الجدران.